السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتير جدا عادات بسيطة بنعملها في حياتنا من غير ما نحس. العادات دي عادات سيئة جدا وبتأثر على حياتنا بعد كده بالسلب. النهاردة أنا جاي بالفيديو ده ليا وليك، جاي أفضفض معاك عن العادات دي وإزاي نتخلى عنها عشان نحول حياتنا للأحسن. ليه قلت لك ليا وليك؟ عشان ما تحسش إن أنا جاي أعلمك والفيديو ده تنمية بشرية، وتفهم إن العادات دي أي حد بيعملها، بدليل اللي بيعمل لك الفيديو نفسه بيعملها. يلا بينا عشان نتكلم عن العادات دي. أسوأ عادة في حياتنا وبدأت لك بيها في الأول عشان زي ما بيقولوا أول القصيد كده، اللي هي عادة تأجيل المهام. عندك مهمة معينة، عندك تاسك، حد مديلك حاجة تعملها بتأجلها بدون سبب. والله أنا هأجل المطلوب مني ده لبكرة أو لبعد بكرة. هأجله ليه؟ أصل أنا خايف أبدأ، أصل أنا مستني الوقت المثالي. موضوع الوقت المثالي ده اتكلمنا عنه في كذا فيديو، واتكلمت عنه في بوستات كتير عن الفيسبوك. الوقت المثالي ما بيجيش. عندك حاجة ما تأجلهاش. طبعا هتقول لي في دلوقتي المقولة بتاعت لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد والكلام، تقريبا هي نفس الفكرة يعني. المهم إن حضرتك لو من النوع اللي بتستنى الوقت المثالي اللي تعمل فيه الحاجه المطلوبه منك، اوعدك ان انت مش هتعملها. فما فيش حاجه اسمها الوقت المثالي. طيب احل المشكله دي ازاي؟ في طريقه بيسموها طريقه الخمس دقايق، او انا هقولها لك بالعاميه انا بعملها. دبس نفسك. ناس كتير جدا هتلاقيها بتديك النصيحه دي، دبس نفسك. وراك حاجه تعملها بس مستني الوقت المثالي او خايف، لا طب بص انا هشتغل فيها 5 دقايق بس واركنها. اوعدك لما تبدا فيها ال5 دقايق دول هتكمل ان شاء الله. هي الفكره بس كانت في الزقه الاولى، وانت لما جيت تشتغل 5 دقايق خدت الزقه الاولى. بس ده المطلوب منك انت تعمله. تاني عاده معانا، ومش عارف اقول لك هي اسوأ من الاولى ولا لا، ان حضرتك اول ما تصحى من النوم تروح ماسك الموبايل وتتفرج على السوشيال ميديا. على فكره مش بعيد تكون انت دلوقتي بتتفرج على الفيديو ده اول ما صحيت من النوم ومسكت الموبايل. ده غلط، ما تتفرجش عليه دلوقتي. لو هو ده الوقت اللي انت بتتفرج فيه فعلا، اول ما تصحى من النوم ابعد التليفون عنك. حضرتك لو ما عملتش كده هتلاقي ان انت قضيت ساعه او ساعتين على السرير بتتفرج على شورت فيديوز وضيعت يومك. لسه ما قلتلكش عن السلبيات اللي انت هتشوفها وعن الحاجات اللي هتقفلك بدري بدري. بسم الله كده اتقفلت من الحاجات اللي هتشوفها على السوشيال ميديا، تندمج في خناقه، في تعليق، في خبر سلبي. ليه؟ طيب ما تبدا يومك بالصلاه على النبي كده، وتقوم تغسل وشك وتفطر، وبعدين تبدا تدخل في المفرمه بتاعه الحياه. ايه رايك؟ ابعد التليفون عنك اول ما تصحى من النوم، ما تجيش جنبه لو سمحت. ثالث عاده كلنا بنعملها، مش كلنا يعني، في ناس ما بتعملهاش وانا اولكم، ان انت تقعد تاكل قدام الشاشه، اي شاشه بقى، تليفون، ايباد، تلفزيون، بتتفرج على حاجه وانت بتاكل. عايز اقول لك ان في نوعيه فيديوهات على النت مكتوب جنبها كده وانت بتاكل. على اليوتيوب فيديو ملخص فيلم كده حاجه كاتب لك وانت بتاكل. يعني هو عارف ان انت بتاكل دلوقتي وحاطط لك الجزء ده من الفيلم او الملخص او ايا كان الفيديو يعني. عايز اقول لك دي عاده سيئه جدا، مش بتخليك تشبع. اولا لان انت عمال تاكل، لانك مفرمه شغاله وانت بتتفرج مندمج، مش حاسس، مفيش وعي بقصه الاكل، مفيش متعه في الاكل. عايز اقول لك والله العظيم الموضوع ده مهم جدا. كل ادي للاكل فرصته. تاني هقول على حاجه قلتها في مره زمان في فيديو عن فيلم، اتفرجت على حته في فيلم كوميدي، في حته رغم انها مسخره وكوميديا عجبتني جدا جدا. الراجل كان بيضحك والتاني لسه بيتكلم، قال له استنى يا اخي لما اخلص ضحك، مدي للضحك وقته. تخيل بيقول له استناني لما اخلص الضحكه، يعني بيعمل كل حاجه بيديها وقتها. تخيل لو انا جيت اكل باكل بس ما بعملش حاجه تاني، باكل بركز في نعمه ربنا وبستمتع بيها. ال5 دقايق ولا ال10 دقايق اكل دول مش هيبوظوا حياتك على فكره. لو رحت يعني رحت عشان تستغلهم وتتفرج على فيلم معاهم تزود معلوماتك ولا حاجه، في النهايه ده فيلم تافه وملخص فيلم يعني، مش قصه، مش هيزود لك حاجه. ادي للاكل حقه عشان دي نعمه من نعم ربنا اللي تستاهل ان انت تستمتع بيها. رابع حاجه وبرده معظمنا بيعملها، النوم الغير منتظم. انا هديك نصيحه من واحد صحته باظت بسبب النوم. شفت اللي بينصحك صحته باظت، فلو دكتور خد مني النصيحه وما تاخدهاش من الدكتور، عشان انا صحتي باظت وعرفت ان ده السبب. الدكتور ممكن يديك معلومه هو نفسه ما جربهاش. والله انا جربت. قله النوم والنوم الغير منتظم بيدمروا حياتك حرفيا. في دكاتره قالوا لي يعني، وانا بسال عن حاجات معينه، قالوا لي بص قله النوم دي هتبوظ اي حاجه تانية انت ممكن تعملها. يعني ممكن تاخد ادويه وتحاول تعالج وتعمل البدع، تيجي عند حته بوظان النوم هتبوظ لك كل ده، خلاص باظ. يعني كل اللي انت بتعمله ده ملوش لازمه. وممكن تنظيم النوم لوحده يخليك تعيش حياه جميله جدا بدون كل الروتين اللي انت كنت هتعمله ده. لو انت واحد من الناس اللي بامكانك تنام بدري، نام بدري وما تسهرش. لو انت واحد مضطر زي حالاتي كده، عايز اسجل فيديوهات لما بكون في مصر مثلا، ما بعرفش اسجل غير الساعه 2 3 بالليل غصب عني، مفيش اصوات في الوقت ده والناس كلها نايمه، فلازم اصحى في التوقيت ده. مفيش حل تاني عندي. لو في حل والله ثم والله ثم والله انا هنام الساعه 9 بالليل واصحى الساعه 4 الفجر. ده هيكون روتين يومي على طول. بس انا ما عنديش للاسف الحل ده، او ما عنديش الرفاهيه دي. لو انت واحد من الناس تقدر تنام بدري، ارجوك لو سمحت نام بدري واصحى بدري. حتى لو ما بتعملش حاجه اول ما تصحى، اصحى بدري. خير الايام بجد اللي بتصحى فيها بدري. خامس عاده معانا هي المقارنه بالاخرين. معظم الناس اللي انا قابلتهم في حياتي مقارنتهم بناس تانية كانت بتدمرهم، لانهم بيقارنوا المقارنه الغلط. واتكلمنا كتير قوي عن
موضوع المقارنه بالاخرين ده. خلي العاده دي موجوده عندك، عاده المقارنه بالاخرين في حاله واحده بس، لو انت بتقارن صح. اقارن صح ازاي؟ ان انا احط شخص اعلى مني كتارجت ليا، هدف محتاج اوصل له، ساعتها المقارنه دي يا باشا زي الفل، امشي فيها، انا بنصحك. لكن مقارنتك بالاخرين اللي بتحبطك دي مقارنه فاشله وهتضيعك، عاده سيئه جدا. انا صحيت من النوم انا عايز اشوف الواد اللي هو الجامد ده، هو انا ليه مش عارف اوصل له؟ انا اتعقدت، انا احبطت. انت مش هتوصل له عشان هو بدا قبلك ب 20 سنه، زي ما قلنا كتير، مش هتوصل له عشان هو بيذاكر 10 ساعات في اليوم وانت بتذاكر ساعه. المقارنه كده غلط، حتى لو قعدت تحسبها كده بالمنطق انت ما بتذاكرش نفس عدد ساعاته، يبقى مش منطقي توصل له. انا بديك مثال في حته معينه، لكن لو عايز امثله كتير الموضوع ده ممكن يتعمل في فيديو وفي بلاي ليست كمان. المقارنه السليمه الصحيحه ان انت تشوف حد اعلى منك تخليه بس كتارجت، هدف ليك. انا عايز في يوم من الايام مش عارف امتى اوصل مثلا للشخص ده، او اوصل للرانك ده، او اوصل للحته دي. جميل جدا كده. بقى المقارنه كل يوم هتشجعك، هتصحى الصبح تشوف انت وصلت فين في الهدف بتاعك، عديت ايه لحد ما توصل عند حته تقول انا والله قربت اهو على الهدف. لكن مقارنه ان هو احسن مني وانا متضايق وانا عايز اوصل له بسرعه، دي مقارنه فاشله وهتضيعك، عاده سيئه جدا. سادس عاده عندنا وهي تعدد المهام، مهام كتير جدا خزعبليه، بتدي لنفسك مهام كتير جدا تعملها وتكتشف ان انت بتعملش واحده فيهم، 5% 3%. كتير جدا مننا كانوا بيعملوا كده وانا منهم. لما بقعد اخطط المهام لليوم اللي قبل اليوم اللي جاي بفضل اكتب كميه حاجات، انا هعمل ده يا عم، انا عارف نفسي دي الساعه هعمل فيها كل ده، وتفضل تكتب تكتب تكتب. بعد كده تاني يوم تكتشف ان انت عملت مهمه واحده، وبعدين تحبط وتتضايق جدا وتفتكر ان انت فاشل، بس انت والله مش فاشل، انت كتبت كميه مهام خزعبليه الاي اي او الكمبيوتر نفسه مش هيعرف يعملها، انت بالغت، افورت بالعاميه، فما فيش داعي تعمل ده. خلي المهام بتاعتك منطقيه بناء على الافريج بتاع يومك، انت بتشتغل كام ساعه، بتذاكر كام ساعه، في العادي بتاعك كده بتخلص كام حاجه، حط مهام مقدور عليها. سابع عاده معانا ان انت تبعد عن شرب الميه. طبعا هتقول لي يا لهوي انت جاي تتكلم عن شرب الميه في فيديو؟ اقول لك بس انا ما بتكلمش عنه في فيديو، ده انا كاتبه نقطه في الفيديو ده، بقى يتعمل عنه فيديو، واسال الدكاتره واسال اي حد فاهم في الحته دي. موضوع شرب الميه ده موضوع مفيش كلام عليه. لما جيت زمان لقيت برنامج على الموبايل بيفكرك كل شويه تشرب ميه، قلت ده مبرمج هايف عامل برنامج هايف وعايز يكسب وخلاص، ده عبط يعني. فاكتشفت البرنامج مجاني، الراجل مش عايز يكسب. طب الله، هو ليه عامله؟ معقول الموضوع يستاهل؟ قعدت بقى هرست الموضوع ده بحث وسالت ناس كتير جدا. موضوع شرب الميه ده مهم جدا. لما كنت بلاقي حد بيتكلم عن الميه يقول لك اشرب ميه، والله لو انت عندك ضغط سكر، عندك بتنجان، عندك طماطم، عندك اي حاجه، اشرب ميه، الميه لا يمكن تاذيك، اشرب ميه كل شويه. نزل برنامج على الموبايل كل شويه يفكرك تشرب ميه. موضوع الميه ده مهم جدا 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 لحياتك وصحتك. مش هقلب دكتور واحكي لك عنه ليه، بس انا اديت لك المدخل اللي ممكن حضرتك تبحث وتعرف قد ايه شرب الميه مهم، وقد ايه لو عدى يومك من غير ما تشرب ميه صحتك هتتدمر. اخوكم في يوم من الايام كنت بشرب مشروبات غازيه وما بشربش ميه في يومي ابدا، ما بشربش ميه نهائيا. عايز في مره اعمل لك فضفضه كده احكي لك الفتره دي قد ايه كانت اسوأ فتره في حياتي، وان جسمي وصحتي اتدمروا حرفيا ساعتها. ما كنتش بشرب اصلا، يعني انا عطشان ادخل اشرب ميه غازيه اللي هي الحاجات اللي زي السيفن والكلام ده قبل المقاطعه طبعا. فطبعا اتدمرت حرفيا. التدمير يا جماعه ما بيجيلكش وانت قاعد، يعني ما بتغلطش مثلا غلطه تاني يوم دي الغلطه بتاعت امبارح بانت عليا ايه، لا، بتبان بعد فتره، ولما بتبان ساعات ما بيبقاش ليها فيكسنج، يعني ما بتعرفش تصلحها. فنصيحه ابحث شويه في الموضوع ومش هتخسر حاجه لو شربت كل شويه. ثامن عاده سيئه معانا هي الاستهلاك بدل الانتاج، وهديك مثال عليها يفهمها لك بالمسطره. موضوع ان انت تقعد تشوف كورسات كتير جدا 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 عمال بتستهلك وقتك، مفيش انتاجيه، ما بتقومش تطبق على كورس منهم. ناس كتير قوي تقعد تقرا 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 وما بتعملش حاجه بالقرايه دي، ما بينتجش حاجه، هو عمال يستهلك في الريسورسز اللي قدامه، عمال اجمع 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 وما بستفدش حاجه بالكلام ده. نفس القصه، عمال تجمع كورسات، تشتري من هنا ومن هنا ومن هنا، ما بتذاكرش كورس فيهم، عمال تذاكر كورسات كتير جدا ما بتطبقش على كورس فيهم. من الاخر عاده سيئه جدا ان انت تفضل تستهلك وما تنتجش بالاستهلاك اللي انت استهلكته ده. تاسع عاده عندنا هي تجاهل الرياضه او المشي عموما. يعني في كتير من الناس هيقول لي والله انا ما عنديش فلوس اروح جيم بصراحه، او ما عنديش جيم قريب مني، او ايا كان اي حاجه من الحاجات دي، مكسل انزل، الشغل ضاغط عليا. انا معاك في كل ده، ما عنديش فيه مشكله، وانا واحد من الناس ما كنتش لاقي وقت فعلا اروح الجيم. بس في رياضه بسيطه جدا بتحافظ على صحتك وتركيزك وكل الكلام ده، وسهله ومش محتاجه فلوس ولا اي حاجه، انك تنزل تتمشى. بص، حاجه عاديه، نصايح زي اللي كنا بنسمعها واحنا في ابتدائي، انزل اتمشى شويه. عايز اقول لك حتى الرياضه دي البسيطه دي في ناس كتير جدا ما بتعملهاش، وانا كنت واحد منهم. لما كنت في الخليج كان انا واصحابي كان هين علينا ان احنا نخش الحمام بالعربيه، مفيش حاجه اسمها تتمشى. هتيجي تقول لي خلي بالك ده منطقي عشان احنا في الخليج والجو حر ومش عارف ايه. طب ماشي يا سيدي، الجو حر
الحر الصبح، بالليل ايه الاخبار، وفي الشتاء ايه الاخبار. ما انت مش هتمشي، لا يخليك ما بتمشيش في الصيف مش هتمشي في الشتاء، هتتلكك من الاخر. يعني المشي حاجه بسيطه جدا بس بتفرق معاك في صحتك. هتيجي بعد فتره تلاقي والله جسمك فاكك كده ومركز، بتعرف تعمل اللي عليك، مش هتعجز بدري يعني. والرياضه مش محتاجه منك اي حاجه. وعايز اقول لك ان انت مش بتخصب يورانيوم في البيت، ومهما كان الضغط عليك، انا عشت ضغط اكتر منك، كنت بلاقي 10 دقائق ربع ساعه انزل اتمشاهم. انا عايش في بلد هنا غير مصر، عندي برنامج يجيب لي كل حاجه. لو عايز اجيب مشبك غسيل البرنامج هيجيبه لي لحد هنا. ساعات بكون عايز اكل مثلا سندوتش شاورما مش عارف ايه، انزل اتمشى للمطعم واجي. طب ما انا عندي التليفون، طب وهخسر ايه لما انزل؟ يعني انزل اتمشى شويه مشي رجلي، مش هخسر حاجه والله. فدي عاده جميله جدا، يا ريت تحافظ عليها، مش هتفرق معاك. خد حد من اصحابك اللي بتحبه وتقعدوا ترغوا مع بعض كده والوقت ياخدكم وتمشوا. والله ثم والله ثم والله زمان ايام الشباب كده والصياعه، يعني كنت معايا اصحابي اللي بحبهم جدا جدا والكلام معاهم ما كانش بيخلص. كنا بنتمشى بالمحطات، يعني تكون في حلوان ممكن تمشي لحد التحرير، والله ما بكذب عليكم، بنمشي لحد التحرير ونرجع. وانا بدعي ربنا ان اعرف ارجع للايام دي تاني وامشي المسافات الفظيعه دي. عاشر عاده سيئه عندنا وهي التسويف المقنع. صراحه الجمله دي انا قريتها على الانترنت وعجبتني جدا فكرتها. ليه سموها التسويف المقنع؟ عشان انت بتهرب من المهام المهمه اللي عندك وتروح تعمل حاجات ملهاش لازمه، فبيتهيأ لك ان انت بتنجز بس انت ما بتنجزش لانك هربت من الحاجه المهمه اللي عندك. كتير جدا هتلاقي عندنا متطلبات في حياتنا مطلوبه مننا وانت بتكروتها وتروح تعمل حاجات ملهاش لازمه، فبتقنع نفسك ان انت شغال وبتنتج بس انت سبت الحاجات المهمه. كده يعتبر انت ما عملتش حاجه. وده اللي خلى الناس يعني تسمي الحته دي التسويف المقنع، يعني تسويف لابس قناع، انت في النهايه ما عملتش حاجه فعلا، فانت بتضحك على نفسك. عايز اقول لك يا صديقي ان دي كانت اهم العادات السيئه اللي في حياتنا واللي انا بشوفها قدامي دايما واللي انا وقعت في بعض العادات فيها. علاج العادات دي هايف جدا وسهل، مش محتاج منك تدفع فلوس كتير جدا مثلا، ولا تروح مصحه ولا حاجه، ولا تقضي كام شهر ولا سنه في عذاب ولا اي حاجه. عادات تافهه جدا تقدر تبطلها بسهوله. لو الفيديو ده عجبك وكتبت لي في التعليقات في عادات تانية حوالي 10 تاني غير دول ممكن اتكلم عنهم برضو في فيديو باذن الله لو الفيديو الاول عجبك. يلا بينا دلوقتي مع فقره الايتمز. اول ايتم معانا هي عباره عن طفايه عليها جمجمه عشان يقول لك ان دي سموم. لعل وعسى اي شخص بيشرب سجاير شافها، مش لازم يشتريها بس يشوفها في فيديو زي ده او يشوفها على موقع يعرف يعني سموم. انت بتشرب سموم وبتطلع من بقك سموم تحطها هنا وبترمي السموم دي في الزباله. يا ريت نبعد عن السموم، يا ريت. ربنا يهدي كل شخص بيدخن ويلاقي عاده بديله تكون صحيه وتوفر له فلوسه. يعني بصوا انا عندي كميه فيجرز ملهاش عدد، بس اقدر اقول لك بعد سنين ان ده اجمل فيجر جبته في حياتي وجبته بسعر رخيص رغم ان هو غالي جدا. ده عباره عن فيجر للعبه ماريو. بص شكله، كل الحاجات اللي قدامك دي بتتفك بس انا الحقيقه طلع عيني عشان اركبها فانا مش عايز افكها تاني، لكن ممكن اوري لك. يعني مثلا ده زي ما انت شايف بيتفك وده مكانه في القلعه اهو. كل حاجه من دي بتتفك عادي والعلم وكل حاجه زي ما انت شايف. فانا يعني انا طلع عيني عشان اركبه بصراحه، مش عايز اقعد اركب فيه تاني. الاميره شلناها اهو. صراحه اللي عمله استاذ. انا بحب ماريو جدا وعالم ماريو، يعني من وانا صغير بلعب ماريو، مش لاقي كلام اقوله صراحه عن الفيجر، حاجه خرافيه. العربيات اكتر حاجه اشتريتها من الصين، من المحل اللي انا بشتري منه ده او المتجر. حلو المحل دي كأن انا في العتبه. اكتر حاجه اشتريتها من الصين هي العربيات. بيعجبني قوي لما يعمل موديل عربيه شبه العربيه الحقيقيه بالظبط والسكيل بس بيكون قليل، اقل من العربيه طبعا في حجمها. العربيه دي فيها البيبان كلها بتتفتح وانا بحب القصه دي. طبعا عشان افتح الباب بلاقي الزرار تحت كده، بتعمله كده عشان تفتح الباب. عربيه زي العربيات الفان كده، وتقريبا برضو ورا هنا بيتفتح. ايوه اهو، ومش عارف قدام بيتفتح ولا لا. ما بتعملش موسيقى لان العيال بيجيبوا لي العصبي بالموسيقى بتاعت العربيات والكلام ده، فصداع بجد. فانا بحب جدا الالعاب الهاديه اللي هي ما تحطوش فيها ولا موسيقى ولا حاجه. بس في مشكله بسيطه ان هي فيها حجاره، يعني يبقى اكيد بتعمل موسيقى. في حجاره اهي، في حجاره اهي، فكده غالبا بتعمل موسيقى للاسف. في حاجه تاني معانا، اخر حاجه معانا هي الميداليات. انا بحب الميداليات جدا. دي ميداليه ذهب بيتكوين، طبعا بهزر. دي اصلا ميداليه عامله بتاع كام، عامله والله تقريبا بتاع 30 جنيه ولا 20 جنيه ولا حاجه. فدي لو 20 جنيه ذهب مش هتبقى بالحجم ده. الميداليه جميله قوي، انا بحب البيتكوين جدا. وعليها رسومات كده لطيفه ورا، يا رب تكون باينه في الكاميرا. بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم. نشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد. السلام عليكم.